ما اعتقدش ان في حد فينا ما يعرفش قصة سيدنا موسى والخضر. انا جاي النهارده اكلمكم عن القصة دي بس بصورة مختلفة. اعتقد قليل الاول اللي سمع عنها القصة دي. سيدنا موسى لما اصطحبوا سيدنا الخضر علشان يعلمه حاجات هو ما يعلمهاش، اول حاجة عملوها ركبوا سفينة. طبعا سيدنا الخضر خرم السفينة، القصة دي احنا عارفينها. طيب ما فكرناش بقى ايه اللي قالوه اصحاب السفينة لما اكتشفوا ان السفينة مخرومة؟ اكيد زي كل البشر وهم بني ادمين، ليه كده يا رب واحنا ما عملناش حاجة، ده احنا غلابة دي بناكل بيها عيش يا رب، ايه البخت ده، ايه الحظ ده. اكيد ده اللي قالوه ومشوا. وبعد شوية قابلهم جنود فرعون وكانوا عاوزين ياخدوا منهم السفينة. قالوا كمان هي ناقصة، مش كفاية اللي احنا فيه، اهي راحت السفينة. ولكن لما شافوا العيب فيها ورجعوا لهم السفينة علشان معيوبة ومش هتنفع الملك، أكيد قالوا الحمد لله، نحمدك يا رب، الحمد لله. يعني العيب طلع نعمة ليهم مش نقمة، بس ما كانوش يعرفوا. والقصة التانية لما الخضر قتل الغلام. كلنا عارفين إن الغلام ده كان لزوجين صالحين، وإن ربنا سبحانه وتعالى خصص الخضر ده على إنه قدر وقتل الغلام بأمر من رب. أكيد ساعتها الأب والأم دول بكوا وحزنوا ودعوا على اللي عمل كده في ابنهم، إنهم ما يعرفوش إن الولد ده كان هيطلع عاق وكافر وكان هيعذبهم، وصبروا ورضوا، وربنا سبحانه وتعالى عوضهم بطفل تاني صالح ونفعهم. القصة الثالثة الغلامين وكان أبوهما صالحا. أبوهم توكل على الله وحفر وبنى فوق الكنز الجدار، وما كانش يعرف إن الجدار هيهيل، ولكن ربنا سبحانه وتعالى بعت سيدنا الخضر علشان يبني الجدار على ما الطفلين يشتد عضليهم ويعرفوا يتصرفوا في فلوسهم. أقصد أقول إن القصة دي لما شفناها كلنا وسمعناها من الجانب سيدنا موسى والخضر، شفنا فيها إن الخضر بيعلم سيدنا موسى حاجات ما يعلمهاش، ولكن ما بصيناش من الناحية التانية على الناس اللي حصل لها المأساة. عملوا إيه لما عرفوا إن المأساة اللي وقعوا فيها كانت خير ليهم؟ أقصد أقول لك إن كل اللي بيجيبه ربنا سبحانه وتعالى خير، فما تزعلش على اللي جابه لك ربك، ارضى واحمد ربنا، وإن شاء الله كل اللي بيجيبه ربنا خير. اسمعها تاني وفكر فيها. سلام.